هو ينفع نغسل يا دكتور اسناننا اثناء الصيام؟ سؤال خبيث للاسف الشديد. ينفع تغسل اسنانك اثناء الصيام، وجايب لك النهارده الاثباتات. بص يا صديقي، ببساطه كده انك تستخدم معجون الاسنان اثناء الصيام ده مش بيبطل الصيام على شرطين. الاول ان انت تستخدم كميه قليله جدا من معجون الاسنان، الثاني انك ما تبلعش حاجه منه. طب تشرب يا عم استغفر الله العظيم، بتتكلم في ايه؟ وتغسل اسنانك عادي جدا وبالراحه من غير ما تبلع اي حاجه. عايز تتقي الشبهات يا سيدي، بلاش معجون سنان خالص، بس اغسل سنانك بالفرشه بس. وبالنسبه لي ده كفيل وكفايه، لان اصلا الوظيفه الاساسيه لمعجون الاسنان هي انه بيشتغل از لوبريكانت. يعني ايه لوبريكانت؟ يعني يقدر يزحلق الفرشه على السنه كويس جدا، بحيث يبقى الموضوع كويس وسهل وجميل ويشيل البلاك والحاجات دي. لكن لو انت بتغسل كل يوم مرتين كده مش هيلحق يتكون اصلا عندك طبقه البلاك اللي بتكون موجوده على السنه، وبالتالي لو ما استخدمتش المعجون مش هيكون فيها مشكله. الميزه الثانيه في المعجون وهي الفلورايد، فاحنا هنستخدم المعجون مفيش مشكله بعد السحور، وبالتالي هنستفيد من الفلورايد اللي فيه. لكن اول ما نصحى من النوم وحابين نستخدمه حاجه صغيره، او ما نستخدموش خالص ونستخدم الفرشه بس. يعني ببساطه يا صديقي تقدر تحافظ على صيامك وعلى صحه اسنانك الاثنين مع بعض، بس المهم انت ما تكسلش. كان معكم دكتور عبد السلام محمد، والى اللقاء.